بالنسبه للجزء الثاني البنات، في طريقه ترتيب المجمد ديالي او الفريزر. فهذه هي الطريقه ديالو، هكذا منظمه انا بطريقه جد بسيطه وطريقه جد اقتصاديه. وهاد السلال هذه اللي كنت وريتكم قبل شريتها رخيصه جدا 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 وكتنظم الفريزر. فهذا الفيديو غيكون سريع جدا، يعني ما غاديش يكون طويل. فبالنسبه لطريقه التنظيم ديالي، فانا مقسمه الاشياء في هذا العلب هادو كما كتشوفوا. يعني مثلا عامله اللحوم هنا، الخضر هنايا، فنبداو من الفوق. فبالنسبه لهاد اللي فوق، فانا حاطه فيها الخضر المجمده هذه. هاد السلات صغار، هادو حجم يعني اصغر. وهنا حاطه مثلا الاشياء اللي انا مفرزاهم، الحمص، البطاطس مثلا، البصل، والاشياء اللي عندي اللي انا عاملاها في المنزل. يعني في الوقت اللي كتكون خارجه جديده كنعملهم هكذايا. كنت شاركت معكم الطريقه ديال التجميد او التخزين ديال الخضروات. ان شاء الله غادي تلقاو الفيديو في القناه، او لا تلقاو في اخر الفيديو هذا. بالنسبه للسله الثالثه، فهذه كنحط فيها فقط الخبز، اللي هو الخبز الباكيت او السمون، والخبز المصري اللي هو العيش. كنقطعوه هكذايا وكنحفظو وقت اللي كنحتاجو كنطلعو قبل بوقت. وكان يعني كيجي بحال كانه طري جدا. وايضا مع هاد العلب اللي كنت وريتهم لكم في الفيديو السابق، هذيك العلبه مخزنه فيها المركز البرتقالي اللي كنت عملته معكم من قبل. تصوروا البنات، هذا المركز هذا عندي من رمضان. فلاني كنت مسافره يعني فبقى في الثلاجه. وايضا استعملته في رمضان. يعني هذا مجرد كيلو، كنت عملت معكم كيلو من البرتقال مركز، كيجي رائع جدا وكيبقى مده طويله، يعني غير معلقه منه كتعمل كميه كبيره. وهذا توم اللي كنخزنه دائما صراحه كينفعني. هنايا هاد السليله هذه عامله فيها مخزنه فيها اللحوم. يعني اللحوم بكل انواعها كنخزنها في هاد السله هذه حجمها كبير. هنا مخزنه الخضار ايضا اللي كنخزنها في المنزل، مثلا صلصه الطماطم، الفراوله، البصل، الفلفل ايضا. فهنا مخزنه كل حاجه في مكانها. بالنسبه للباب تاع يعني تاع الفريزر، عامله دوك القشور ديال البرتقال، عامله قشور البرتقال وتحت منها قشور الليمون اللي كنت خزنته معكم قبل. كيجي رائع في الكيك او لا في مكان الفانيليا. كنتمنى البنات تجربوا هذه الطريقه، هذه كتجي رائعه جدا. هنا عندي الكريمه، البيف باستري، فقط الشحمه او الدهن كنخليها يعني ساعات كنحتاجها. والقلاش او الورقه حتى هي كنخزنها هنايا. وفقط هذا هو التخزين ديالي للفريزر ديالي او للمجمد. طريقه جد سهله وما كتاخذش يعني ما كتاخذش وقت، ما كتاخذش مصاريف. كتشري هاد الاشياء رخيصه سهله وكتستعمليها، ما كتاخذش لك ايضا مساحه، كيبقى حاجه مرطبه جدا. فالوقت اللي كتبغي شي حاجه كطلعيها هكذا السله ديالك، كتاخديها وكترجيها. اولا الوقت اللي كتبغي تنظفي مثلا الفريزر ديالك، كتنظفيها هكذا، كطلعي كل السلال كتنظفيه، بدل ما تحطي كل الاشياء هذه على الفريزر. كتكون يعني وقت التنظيف الدبل، وكيكون التعب الدبل حتى هو. فكنتمنى البنات تطبقوا هذه الافكار بسيطه جدا اقتصاديه. وتخلوا لي التعاليق ديالكم تحت، ونقول لكم باي باي، فيديو تاني ان شاء الله.